السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض حلو سهل وبسيط، هتحس انكم بتاكلوا حاجة كده فخمة بدون مضرب ولا عجان ولا خلاط. النهاردة هنعمل مع بعض المبروشة او الباستا فلورا، حاجة كده اللهم بارك، طعمها حلو جدا، كمان سكرها مظبوط، هتاكلوا منها مش هتشبعوا. شايفين ما شاء الله متماسكة مش مفرولة، حاجة كده تحفة، ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك جدا. في بولة هننزل بنص كوباية من السمنة، وتقدري تستبدليها من الزبدة. السمنه دي مقدار نص كوبايه زائد معلقه، يعني هتعيري نص كوبايه وبعد كده هتزودي عليها معلقه. كمان هنضيف عليها ربع كوبايه من الزيت. وعندي بيضه بدرجه حراره المطبخ، ولازم تكون البيضه بدرجه حراره المطبخ عشان ما تخليش السمنه تخرز معاكي. هنضيف نص كوبايه من السكر، ونص كوبايه كان سكرها مظبوط جدا. لو انت حابه تزودي كوبايه الا ربع براحتك مفيش مشكله، بس هي نص كوبايه كانت مظبوطه جدا. كمان هننزل بنص معلقه فانيليا سواء سايله او بودر، اللي موجود عندك اشتغلي بيه. معلقه خل كبيره. والحلو في الوصفه دي يا بنات ان احنا هنضيف كل المكونات على بعضها، مش محتاجين ان احنا نضيف مكون مكون. لو انت حابه تشتغلي بالمضرب الكهربائي وتوفر على نفسك براحتك مفيش مشكله، بس بصراحه الوصفه سهله ومش محتاجه مضرب. هو المضرب السلكه هيبقى جميل جدا. هنضرب كده في الخليط حوالي 5 دقايق لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعضها. وكمان تتاكدي ان السكر داب تماما عشان ما يخرجش معاكي في العجينه. شايفين اللون الخليط بقى فاتح. لسه كمان هنضرب حوالي دقيقتين لحد ما نتاكد ان السكر داب تماما. اتمنى منك لو اول مره بتشوفي قناتي يا ريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك اتمنى تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. عندي 3 كوبايات من الدقيق، هنضيف عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، بس انا مش هضيف البيكنج باودر على الدقيق، هنضيفه على الخليط اللي هو عباره عن السمنه والزيت والبيض. ربما ما ناخدش الدقيق كله، يبقى احنا استفدنا بالبيكنج باودر بالمعلقه كلها. شايفين معلقه كبيره. دلوقتي قلبه كويس جدا كده بحيث البيكنج باودر او الكيك شيف اللي انت هتستخدميه يختلط كويس جدا. وعندي 3 كوبايات دقيق ده انا نخلته. خلاص كده دور المضرب انتهى. هنشيل المضرب. وعندي 3 كوبايات دقيق، هننزل بكوبايتين ونص الاول بس، وهنشوف لو احتاجنا هنكمل نص كوبايه. كل دقيق بيختلف عن التاني. الدقيق اللي عندي ما كانش بيشرب سوائل كتير فانا اخدت كوبايتين ونص بس. هنقلب كده بالمعلقه. في دقيق يا بنات بيشرب السوائل وفي دقيق لا، الدقيق اللي عندي كان بيشرب السوائل بصورة رهيبة، يعني كوبايتين ونص وكانت العجينة حلوة. تقدر ممكن انت تاخدي 3 كوبايات او ممكن تاخدي كوبايتين ونص بس حسب نوع الدقيق اللي انت هتستخدميه. الدقيق اللي انا استخدمته دقيق متعدد الاستخدامات. مش هنعجن عشان ما تكونيش عرق. الحلى ده او الحلوى دي نوع من انواع البسكوت. هنلم بس بايدنا كده بحيث كل المكونات تختلط مع بعضها، ما تعجنيش عشان ما تكونيش في الخليط عرق. شايفين العجينه تحسيها مفروله، بس من اول ما هتمسكيها كده في ايدك هتلاقيها لمت وبقت حلوه جدا. خدت كوبايتين ونص بس من الدقيق زي ما قلت لك، لان الدقيق اللي عندي كان بيشرب السوائل. خلاص كده لميت العجينه حلو. هناخد كده تلتها وهنحطها في الفريزر. هلفها بس بكيس الاول طبعا عشان ما تنشفش، وهدخلها الفريزر كده حوالي 5 دقايق لحد ما تتماسك عشان بس نعرف نبشرها بالمبشره. وهناخد التلتين اللي باقيين دول. عندي صينيه مقاس 30، تقدري تستخدمي صينيه مقاس 28. كمان تقدري تستخدمي صينيه مدوره او مستطيله براحتك، اللي موجود عندك اشتغلي فيه. لو عندك صينيه الطرت براحتك اشتغلي فيها. هنفردها كده كويس جدا وخليها كلها مستوى واحد. هنعلي الاطراف كده شويه عشان بس حشوه المربى ما تخرجش منها. بايدك كده هتظبطيها. بعد كده هتجيبي شوكه وهنعمل لها فتحات بالشكل ده عشان بس ما ترتفعش في اثناء التسويه، لان زي ما قلت لك ده نوع من انواع الطرط او من انواع البسكوت، مش محتاجين ان هو يرتفع. خلاص كده بعد ما عملت فتحات عندي مربى، استخدمي نوع المربى اللي انت تفضليها، سواء مربى تين او فراوله مش براحتك. النهارده انا استخدمت مربى فراوله. هتاخدي المربى الاول كده هتقلبيها كويس جدا بالمعلقه بحيث لو فيها قطع تفككيها كده من بعضها وتبقى خليط سائل زي ما انت شايفه كده.
هنبدأ نوزعها. وزعها كده طبقة حلوة من المربى. خلاص كده بعد ما وزعت المربى وكان عدى 5 دقايق على العجينة اللي في الفريزر، هنجيب المبشرة وهنبشرها وهنغطي طبقة الفراولة كلها. شايفين بتتبشر معاكي بكل سهولة. وخلاص كده صينية الباستا فلورا بقت جاهزة. هندخلها الفرن لمدة 25 دقيقة. خدت 10 دقايق لحد ما خدت لون من تحت كده واستوت، واخر 10 دقايق شغلت الشواية لحد ما خدت اللون التحفة اللي انت شايفاه ده. كان لونها جميل جدا، بس عايزه اقولك الاضاءة كانت ظلماها. سبتها طبعا تهدى نص ساعة الاول قبل ما تقطعيها او قبل ما تقسميها. سيبيها تهدى نص ساعة. بعد كده هنبدأ نقسمها. لو انت مثلا عاملاها صينية مربعة يبقى هتعمليها قطع. لو عاملاها صينية مدورة هتقطعيها نفس التقطيعة اللي انا قطعتها دي. شايفين ما شاء الله السكينة بتمشي فيها بكل سهولة. وده شكل الباستا فلورا. شايفين ارتفاعها ما شاء الله اللهم بارك، ولا التسوية حاجة كده رهيبة. ان شاء الله تجربيها وهتعجبك جدا. اتمنى لو وصلت لحد هنا في الفيديو تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شايفين ما شاء الله القطعة متماسكة وماسكة نفسها مش مفرولة. مقادير مظبوطة. ان شاء الله تجربيها وهتعجبك. هنقطع كده حتة مع بعض ونشوفها. عايزة اقولك بتدوب في البق ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. وبكده وصفتنا تكون خلصت النهاردة. اتمنى تكون نالت اعجابكم، واشوفك في فيديو جديد. وباي.